الفترة الجاية لازم نتعقل بقى كلنا، ولازم نستوعب الحقيقة ان احنا بنتحرك لمصلحة بلد، بنتحرك لمصلحة دولة، بنحب أندية، بنشجع أندية، انما في الآخر يهمنا في الآخر ان مفيش ولا واحد من الشباب دي ولا واحد من الجماهير دي يتأثر او يصيبه مكروه، لان هو ده الهدف الرئيسي. فان شاء الله باذن الله يا رب العالمين كده ننجح فيه ان احنا نعيد ثقافة الجماهير ونعيد ثقافة الرياضة المصرية، لان دي نقطة مهمة جدا. سواء لاعب كسبان لاعب مهزوم، نفس القصه تتنقل للعيبه، تتنقل للجماهير، تتنقل للمجتمع، تتنقل لمجالس الادارات الحقيقه، لان الحقيقه كان برضو بقى فيه نوع من الصراعات في مجالس الادارات او نوع من التعنيف في بعض الحوارات التلفزيونيه. حتى الاعلام الرياضي نفسه لازم يهدى ولازم يبتدي يتحرك، ان في مصلحه عليا وفي مصلحه دوله وفي مصلحه رياضه مصريه. اذا كانوا هم متخصصين في الاعلام الرياضي فعليهم ان هم يعوا كويس قوي ان القضيه مش قضيه رصد المعلومه قد ما هي رصد المعلومه ومدى مصلحه الدوله في هذه المعلومه انها تطلع للراي العام. في حاجات كتيره جدا المفروض انها تعاد ترتيبها الفتره الجايه. اتمنى ان الناس كلها تتكاتف، لان القصه ما هياش شخص، ما هياش واحد بيدير مؤسسة الرياضة في مصر، وزارة الرياضة في مصر. ما ينفعش. احنا لازم نتكاتف، لازم نتحرك. احنا فاتحين حوارات مع كل الاتحادات، فاتحين حوارات مع عدد كبير جدا من الأندية، مع المديريات، مع كل الاتصالات. زي ما انا قلت بنقول احنا مين، احنا مين، دي نقطة مهمة جدا. احنا فين وضعنا بالنسبة للرياضة العالمية، احنا عايزين نروح فين، هي دي القضية بالنسبة لنا. هل احنا عايزين نروح لان احنا نبقى الرياضة عندنا بشكل متوسط ولا بشكل جيد ولا بشكل مميز؟ هل احنا رايحين ان احنا بننافس على بطولات، ولا احنا رايحين ان احنا نستضيف بطولات، ولا احنا رايحين للاثنين؟ هل احنا رايحين ان احنا نخدم السياحة ونعمل سياحة رياضية، ولا احنا رايحين ان احنا نخدم التعليم ونعمل رياضة تعليمية؟ احنا رايحين فين؟ قضية مهمة جدا انك تحددي كل اهدافك وانك تبتدي ترصديها وتبتدي تتحركي على اساسها. اذا نجحتي انك تقيمي الوضع وانت مكانك فين ومقرك فين وانت مين والمفروض تبقي فين، اعتقد هنبقى نجحنا ان احنا على الاقل نبقى عارفين احنا رايحين فين. واشكركم ان انا في الاسماعيليه. محافظه الاسماعيليه محافظه عزيزه على القلب، محافظه جميله، محافظه الحقيقه بتتمتع باصاله، بشعب، بجمال، بنظافه، بعلم، بحاجات كتيره قوي. اتمنى لكم التوفيق من قلبي. اتمنى لكم ان محافظه الاسماعيليه تبقى نموذج كامل الحقيقه للتطوير العام لجمهوريه مصر العربيه، لان هي المحافظه بطبيعه حالها متميزه جدا، بطبيعه حالها عدد سكانها ما هوش كبير، بطبيعه حالها ممكن تبقى نموذج كامل الحقيقه لكل المحافظات، سواء في تطوير تعليم، في تطوير بحث علمي، في تطوير رياضه، في تطوير كل شيء. ممكن نبدا من الاسماعيليه تبقى نموذج لكل حاجه باذن الله رب العالمين. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.